آه، المستشار طارق محمود رفع دعوى قضائية بيتهم فيها مرسي. بقالنا زمان ما سمعناش سيرة مرسي، قطعت سيرته بأنه هو باع ممتلكات مصر لتركيا وقطر. بيقول مقدم البلاغ بيقول انه انه جماعه الاخوان وعلى راسها مرسي او عن طريق مرسي سلموا تركيا وقطر جميع العقود وحجج الملكيه الخاصه بالاملاك المصريه في تركيا، ولا تقدر في الوقت الحالي بحوالي 2 مليار جنيه، والتي كانت وزاره الاوقاف المصريه تم تسليمها لوزير الاوقاف التركي محمد كورماز بترتيبات سريه ما بين محمد مرسي واردوغان. وتوسط في تنفيذ الاتفاق عبد الرحمن البر الهربان مفتي جماعة الإخوان الإرهابية الهارب لتركيا مقابل مبالغ مالية تم التحصل عليها. مقدم البلاغ قدم البلاغ ضد 3 جهات وقال إن قطر كانت وسيط الصفقة، وإن هي يعني هتشتري هذه الممتلكات. وقال لك في 3 وسطاء من الإخوان كانوا وسطاء في هذه الصفقة. كلام خطير جدا يا جماعة، كلام خطير جدا 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 جدا. طيب معايا المستشار طارق محمود المحامي بالنقد. سيادة المستشار ازي حضرتك؟ انا ازيك يا محمد بيه؟ تحياتي. الكلام ده خطير. هو اللي حصل ده يا محمد بيه. ايه المستندات اللي معاك؟ او يعني جبت منين هذا الكلام يا سيادة المستشار؟ معلومات مؤكدة، وعندنا مستندات بتؤكد ان في صفقة سرية برعاية قطر تمت ما بين اما كان اردوغان رئيس الوزراء التركي وما بين محمد مرسي، وكانت برعاية مفتي الارهاب بتاع الاخوان المسلمين عبد البر. وتوجه كانت في زيارة معلنة وغير معلومة للإعلام كمان وزير الأوقاف التركي لوزارة الأوقاف أما كان بيديرها طلعت عفيفي. طلعت عفيفي برضه هارب مش كده؟ تركيا؟ وده بيوضح لك يا محمد مي الصفقة، تفاصيل الصفقة. حضر وزير الأوقاف في زيارة غير معلنة للأوقاف، وكان عبد الرحمن البر مفتي جماعة الإرهابية موجود، وتم تسليمه جميع بص الخطير بقى يا محمد بيه، جميع الحجج الملكية وجميع عقود الملكية اللي بتثبت ملكية وزارة الأوقاف لجميع الممتلكات اللي موجودة المصرية في تركيا. احنا عندنا كان في عندنا قولة، كان مدعالي ليه أراضي وأصول هناك، وكان شاريها بالأموال المصرية لأن كان عنده عقدة ان هو يا عيني اتربى ابن دخخني فقير، فلما بقى هو الوالي بدأ يشتري حاجات تاريخيا يعني. فهو في مجموعة من الأصول المبالغ تقترب من 2 مليار دولار يا محمد. دولار مش جنيه. طب والحاجات دي ضاعت كده ولا ممكن نستردها بالقانون الدولي ولا ايه؟ بالقانون الدولي، لان ده راجل تخابر سرب هذه العقود والحجج لجهة أجنبية. دلوقتي تعتبر تركيا، الدولة التركية أو الحكومة التركية ملناش دعوة بالشعب التركي، هو معادي للدولة المصرية نتيجة صفقة لازم توصفها بالقذرة يا محمد بيه. تمت ما بين مرسي وكان برضه ما بين أطرافها وطرف فاعل خيرت الشاطر. تمام. أنا طلبت استدعاء محمد مرسي هذا الخائن والعميل من محبسه، وكل ده بالمستندات. خلي بالك يا محمد بيه، انا تحت ايدي مستندات وامتلك مستندات تؤكد. طب يا ريت تبعتها لنا، يعني احنا انا هبعتها. حاضر يا محمد بيه، حاضر هبعتها لحضرتك. يعني دي قضيه جديده لا تقل عن قضيه التخابر دي، بل اخطر منها. يعني دول اللي كانوا بيقولوا احنا ناس بتوع ربنا، ادي سرقوا ممتلكات مصر وادوها للدوله التركيه، ادوها لاردوغان، سربوا جميع وثائق الملكيه والحجج اللي بتؤكد ملكيه مصر. ادي الاخوان، ادي جماعه الاخوان الارهابيه اللي انا ما اعرفش يعني لو كانوا قعدوا اكتر من سنه في الحكم يعني كانوا عملوا ايه؟ محمد بيه كانوا عملوا ايه؟ صحيح. بشكرك وانا مستني الوثائق وان شاء الله انا حواليك بالنتائج سريعا، وهبعت اللي معاليك ارجوك المستندات ارجوك. بشكرك سياده المستشار طارق محمود اللي رافع دعوه بيتهم فيها مرسي وخيرت الشاطر بان هم ادوا حجج ممتلكات مصر اللي في تركيا ادوها لقطر وتركيا. قطر